مبروك الفوز والتأهل. الأصعب الفترة الماضية قضت، الأصعب قادم. ماذا ممكن أن تقول عن هذه المباراة وما هو قادم؟ نقول على أننا لعبنا ضد واحد منتخب قوي، منتخب مؤهل لكأس العالم، منتخب كيضم عناصر كبيرة، عنده مدرب مجرب. أننا المقابلة ما كانت سهلة. حنا يمكن من الخاصيات ديالنا أننا كنتعاملوا مع الخصوم، أو خليني نقول لك المنافسين، تعبير أفضل بكل تواضع. ما كنعطيوش الحجم أكثر من القياس للخصم، بغض النظر على المكان منين كاين هو، أو على الكرة اللي عنده، وما كنستغجروش به مرة أخرى بغض النظر على الاسم ديالو. كنتعاملوا بواحد المنطق ديال احترام جميع المنافسين بكل تواضع. كنعرفوا بأن كرة القدم الفريق اللي كيديرها هو على أرض الملعب، الروح، القلب، الحب للقميص حاجة مهمة، وكذلك التنظيم الدفاعي والتنظيم الهجومي. كنظن على أن مقابلة كانت شيقة كذلك للجمهور، وكنشكر اللاعبين او الرجال بالاحرى على القلب ديالهم، على العطاء ديالهم، على السخاء ديالهم، على الانضباط التكتيكي ديالهم. كانت مقابله بالنسبه لنا يمكن سبق لي وقلت بان اكبر خطا يمكننا نديروه هو نلعبوا على النتيجه ديال التعادل. لعبنا باش نربحوا، والا ما استطعناش نربحوا كنسطر عليها. اذا لم نستطع ان نفوز ما نهزموش. مي سعيد بهذه النتيجه هذه. كنشكر الجمهور على الدعم ديالو الكبير لينا. عندنا اجمل جمهور في العالم. شكرا لهم. شكرا.